شفت هذا الفيديو قلت خليني اجرب هاي الطريقه الجديده للشوكولات على مود شوي يصير بنكهه مختلفه وطيبه. راح يكون عندنا تمر، راح يكون عندنا اي حبوب ومكسرات انتم تحبوها، مثلا بندق، وعندنا هنا هذا الحب. اوكي، وعندنا نوعين من الشوكولات. اللي راح نسويه انه نذوب هذول الاثنين الحلوين. طبعا تستخدمون الشوكولات اللي انتم تحبونه وتريدونه. راح اطلعهم. طيبة نوعين، عندي الوايت شوكولات وعندي الدارك شوكولات. اوكي، راح اكسره اخليه هيك بعلبة زجاجية على مود اذوبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذبه بهذا الشكل، وراح اسوي له هسه اسوي له مثل الحمام المائي. يعني شنو يعني؟ راح اجيب هذه الطاسة حاطة بيها اني مي حار، وراح اخلي الشوكولات فوقها بهذا الشكل على مود يتذوب عندي بحمام مائي. مو اخليه مباشرة على النار، لان ايش راح يصير اذا مباشرة تخلونه على النار؟ راح يبدي يحترق الشوكولات. فتخلونه بعلبة ثانية مثل هذه الزجاجية وجواه مي حار بالبخار، راح يبدي يذوب شوية شوية. هنا اني راح احاول اطلع النوى من التمر، يعني افلسه بهذا الشكل. هذا نوع التمر. عندي صار جاهز، قطعته هيك صغار صغار، وهسه دور البندق. اوكي، راح هيك هم اكسره تكسيرات خشنه، يعني مو كلش ناعمه، بس تشينا افتحه تشوفون هيك. يعني شوفوا الشوكولات شلون ذاب عندي بهذا الشكل. راح اخلطه سويه زين هيك مثل ما هو. ابدي اضيف له البندق يعني مكسرات، مثلا جزء من البندق راح اضيف له، والتمر اكيد بهذا الشكل. راح نقلبهم سوية، اغمرهم شوية من الحب. ما ثبتت عندي، راح ابدي اخلي الشوكولات اللي ذوبناه وحطينا بيه المكسرات على الورق الزبدة، وافرشه بهذه الطريقة. اسويه بالطريقة اللي تناسبني، يعني بالشكل اللي اني احبه يكون. طبعا راح اسويه هيك، افرشه واسويه على شكل خفيف، وراح اخليه ثخين هواية. هسه راح نخلي عليه المكسرات كنوع من الزينة، يعني راح ارش الحب عليه بهيك الشكل. البندق هم والتمر اللي كسرناه راح نخليه عليه على الوجه، نرشه الباقي اللي بقى عندي هذا الشكل، وننتظرها تبرد تقريبا شي 10 دقايق ربع ساعة. بعدها من الثلاجة. هذه هي هيك الشكل. راح نبدي نكسرها او نشكلها. راح نشيلها بسهولة، صعب تنشال ويانا، وراح نبدي نكسرها بشكل عشوائي. المعلومة اللي ما تعرفوها عني أنا فاتي، إنه أنا أبدا ما أحب الشوكولات، أبدا ما أحبه ولا أشتهيه ولا أحب أكله. أوكي، وبعمري ما مشتريه نوتيلا ولا ماكلتها. ما أحب الحلا، أحب السبايسي الحار، أحب الحوامض، طرشي، هاي السوالف يعني، ليمون. فنكسرها بشكل عشوائي بنات. هذا الشكل ينطينا هيك شكل كلش لطيف وحلو. هسه راح اذوقها وياكم اني. خلينا نجرب وحده. طبعا شكلها كلش يشهي، تشوفون حتى يعني بيها يعني نوع من الابداع من تسووها. طيبه، شكل ابداع كلش حلو. يعني احسن ما تقدمون شوكولات واحده تقدموه بهاي الطريقه الجديده. التمر ويا الشوكولات، يما 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 يمي. فتشي ويا هسه قهوه بصراحه تفوز، فنانه. طبعا تعتمد على لون، يعني
نوع الشوكولات مالتكم هم.